يلا بينا نعمل النهاردة الطحينة. ما شاء الله الكمية دي كلها بربع كيلو سمسم بس. شايفين عاملة ازاي؟ يلا نشوف اتعملت ازاي. معايا هنا طاسة او اي حاجة تكون واسعة شوية، ومعانا اول مكون السمسم يكون لونه ابيض، حباه متحمص مفيش مشكلة بس الابيض بيديني نتيجة احسن. ومعايا كمان ربع كيلو من الدقيق، كوباية من السوداني، رشة او معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ودول مهمين جدا، بيدوا طعم حلو قوي للطحينة وبيظبطوا طعمها قوي. على النار بقى كده، على نار هادية جدا هقلب فيها، بس انا عايزاه يدفى، مش عايزاه ياخد لون خالص عشان يتطحن معايا. شايفين عامل ازاي؟ هو كده خلاص دفي، بس انا عايزاه يكون دافي بس مش سخن كمان، وبيكون بالشكل ده ما اخدش معايا اي لون. ما شاء الله عامل ازاي. اول حاجة هنطحن بقى الكلام ده كله في كبة الخلاط عادي خالص، الكبة اللي هي المطحنة الصغيرة. هنطحنه كويس قوي، هننعمه جدا على قد ما تقدري بقى تنعميه. هنشغله كده بالراحة وحاسبي على الخلاط بتاعك عشان هياخد شوية وقت منك. بيكون بالشكل ده كده. هكمل بقى الكمية كلها بالطريقة دي، هطحن كل الكمية بالطريقة دي. ودي الكمية اللي طلعت معايا. شايفين ناعمة ازاي؟ ما شاء الله حلوة قوي. هجيب بقى الخلاط اللي هو الدورق بتاع الخلاط، احط فيه كوباية من الزيت، ومش هنكتفي بالكمية ديت، هننزل بكمية تانية بس بالتدريج. واحط كل السمسم اللي معانا، الخلطة كلها تتحط مرة واحدة على الزيت. هبتدي اشغل الخلاط بتاعي واحدة واحدة، بمساعدة بقى المعلقة بتاعتنا نقلبه من تحت لفوق كده لحد لما نشوف قوامه. هنفضل نشغل الخلاط واحدة واحدة. هو لسه تقيل محتاج زيت تاني، هنفضل ننزل بالزيت معلقة معلقة لحد لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. هو كده تقريبا وصل للقوام اللي انا عايزاه، مش تقيل قوي ومش خفيف، هتشوفوه في الاخر. ودلوقتي هبتدي اشوف انا عندي قد ايه. ده القوام ما شاء الله. شايفين القوام عامل ازاي؟ ممتاز، ولسه بيقعد في التلاجة بيتقل تاني. شايفين عامل ازاي؟ واداني كمية محترمة جدا، لو هجيبها من بره هدفع فيها مبلغ. شايفين ده وزن اول برطمان ولسه معانا تاني. ما شاء الله. شايفين قوامها ممتاز ولونها ممتاز، بجد ما فيش غلطة. اوعي تستغني عن السكر والملح، دول اللي بيدوها الحياء بتاعها المظبوط. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله ما فيش كلام. احسن من الجاهزة، كفاية بس نظافتها وجودتها عالية جدا. والحاجة ديت بجد، الطحينة دي من الوصفات اللي ما تقدريش تستغني عنها في رمضان. لو عجبتك بقى الوصفة اشتركي في القناة ولايك وشير.